هو احنا ليه عمرنا ما شفنا الفراعنه بلبس شتوي؟ هما ما كانش عندهم شتاء ولا ايه بالظبط؟ الحقيقه ومن قديم الازل ان فصول السنه هم 4: شتاء، خريف، ربيع، صيف. وطبعا بيكون في لبس معين لكل فصل منهم، وده على حسب درجة الحرارة اللي احنا حاسينها في الجو. وده برضو اللي كان بيحصل ايام المصريين القدماء، مش حاجة جديدة يعني. لكن برضو ليه ما شفناش المصريين القدماء في الصور والاثار بلبس شتوي؟ يعني ليه مثلا ما شفناش الملك توت لابس هودي؟ ده كان هيبقى رايق قوي عليه. ولا الملكة حتشبسوت كده وهي لابسة لكلوب. الحكاية كلها ان لبس الفراعنة كان بيتميز بالبساطة والاناقة، وده اللي خلاها تجذب الناس على مر العصور والايام. ومع ذلك هم برضو بيلبسوا لبس شتوي. وكانت الست المصرية القديمة بتلبس عباية بني صوف، والراجل بيلبس الكتان. لكنهم للأسف ما وثقوش اللبس ده في النقوشات والمنحوتات بتاعتهم، وده بقى اكيد لاعتقادات وافكار خاصة بيهم، مش كده من غير سبب يعني. ومن اهم الاسباب دي انهم كانوا بيعتقدوا في البعث والخلود، وده اللي خلاهم ينقشوا جسمهم على الجدران بلبس خفيف. وده بقى عشان الروح تتعرف عليها بسرعة في الحياة التانية بعد البعث. وده بقى كلام ملناش دعوة بيه. المهم ان لبس الشتوي بتاع الفراعنة ما اختفاش، وهم كمان اللي كانوا بيصنعوه. واحب اقول لك كمان ان في بعض الرسومات اكتشفوها كان فيها صور للشال، وكانوا الرجالة بيلبسوا كذا طبقة فوق بعض. ده كمان كان في رسومات بتوضح الالوان اللي بيتميز بيها المصريين القدماء في فصل الشتاء، واللي كانوا بيعتمدوا فيها على اطلالة غامقة. ده كمان ظهر اللبس الشتوي في مقبرة لواحد من الكهنة. دول كمان عرفوا الشرابات وكانوا بيصنعوها من قماش تقيل. واقول لك بقى على الكبيرة، ده في شراب منهم في متحف الأقصر وعمره بيعدي ال 3300 سنة. ده غير كمان بقى اللبس اللي لقوه مصنوع من جلد الخرفان والمعيز والبقر، وكل انواع القماش دي كفاية جدا عشان يحسوا بالدفء. دول كمان كانوا بيبدعوا وعملوا اللبس بتاعهم من فوق عليه نقوش ذهبية. دول كمان حطوا عليها احجار كريمة، وده برضو اللي بيساعد على الدفء اكتر. وكمان ظهر حزام من مقتنيات الملك رمسيس الثالث. اما بقى سبب اختفاء اللبس الشتوي عن صور الفراعنة، وده بيرجع بصراحة بقى اننا اصلا ما بنزورش غير المتاحف والمقابر المشهورة قوي. لكن هتلاقي معظمنا ما وصلش ل1% من الآثار الفرعونية الموجودة.